السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، من الظواهر المنتشرة في مجتمعاتنا أنك قد تمر بمحطة بنزين، تقول لعامل البنزين السلام عليكم، فيقول لك يعني هز رأسه فقط. تدخل على محل وتقول السلام عليكم، فيرد عليك بهز الرأس فقط. وهذا يعني حقيقة من المظاهر التي جعلتنا مجتمعات مادية بحتة، روبوتات. وكان الروبوتات فقط نريد أن نعطي المال، نأخذ المال ونؤدي الوظيفة والسلام عليكم، نروح على بيوتنا. يا جماعة، السلام ورد السلام عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، يعني تروح على أي محل تقول السلام عليكم على من تعرف ومن لا تعرف، وهو يرد عليك السلام. طيب، هذه العبادة علينا أن نتساءل عندما نرد السلام: هل حققت مقصودها؟ ما هو مقصود العبادة؟ قال نبينا: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أنا أسألك بالله عليك، لما أسلم عليك وأقول السلام عليكم فترد علي، هل سأحبك أكثر أم سأحس أنك غير مهتم وطنشتني؟ ولذلك أنت لما تقول وعليكم السلام ورحمة الله أشعر بالمحبة بالفعل. فأنت عندما ترد السلام رد بطريقة تشيع المحبة حتى تحقق مقصود هذه العبادة. ولذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني واحد بيقول لك السلام عليكم، أقل واجب تقول وعليكم السلام بنفس الطريقة، بنفس البهجة، بنفس الانشراح. والأفضل أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع ابتسامة. تصور كم سيشيع هذا المحبة والمودة والأخوة والألفة في المجتمع المسلم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم، يعني مثل ما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام لأنه يشيع الأخوة والمحبة والوحدة في المسلمين، وكذلك التأمين لما يؤمن كل المصلين خلف الإمام بصوت واحد. فيا جماعة، دعونا نتذكر أن هذه عبادة، ونحرص أن نتقن هذه العبادة ليحب بعضنا بعضا فندخل الجنة من خلالها بإذن الله تعالى. برضو ملاحظة سريعة: بعض الإخوة نقول السلام عليكم فيرد عليك صبركاته. صبركاته هذه ليست ردا للسلام وليست عبادة. وكذلك عندما يقول وعليكم السلام، نعم وعليكم السلام، يتمتم في داخله، هذا لا يشيع المحبة ولا يدخلنا الجنة من خلال هذه الشعيرة العظيمة. فياريت نستحضر هذه المعاني حتى نكسر جمود هذه الحياة المادية ونعبد الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وحين، ونحن في أشغالنا، في أعمالنا، في تنقلاتنا، نؤدي هذه العبادة العظيمة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.